خطاب وعلكم ان شاء الله للامه ذخر لمصر. انا لميت الثوره من الاول. قال له احنا الشعب يا ام الراجل قال احنا الشعب يا ام، واحنا حياتنا وروحنا لمصر دي بلدنا، واحنا حتى قلت لهم الدنيا كلها كانت بتكبر بيكم، لكن دلوقتي ابتدى منكم الناس تزعل تاخيركم في حاجات، ما جسدتوش الامور كده بس جد، يعني الامور جديه لا تركزوا فيها. عملنا كده شويه شويه يا حاج، احنا علينا حمل تقيل. وبعدين طب ما تزعلش مننا، حمل 40 سنه في ذل وانكسار وبيعان البلد لليهود والنصارى والامريكان، وانت ظلمتنا كتير، الحكومه ظلمتنا كتير، يعني الشباب اتفجر. احنا ما كناش نفتكر ان في ثوره هتقوم بالشكل ده، بس كان ايدها ربنا. قال لي ايوه، قلت له ربنا هو حكيمها، وما كنتش تمشي بامر الله وقوه الله يعني احنا هنخسر الدنيا كلها. قال لي ايوه يا حاج. قلت له يعني انتوا عارفين كده واحنا وراكم، احنا قالوا لي احنا انا قلت لهم انتوا مصر، الامه لمصر انتوا. قال له احنا الشعب بحاله يا ام، احنا الشعب بحاله يعني، وانتوا ولادنا من فوق، انتوا ولادنا. ايوه فندم. يعني مصر الام دي انتوا واحنا ولادكم يعني، واحنا الشعب يعني دي ما فيش مراجعه فيها يعني. قلت لهم بس نكون يعني عند حسن ظنكم ان كنتوا ظلمتوا، ان كنتوا تحسوا يعني خليتوا الناس بتهاجمنا، بتهاجمكم بالذات انتوا، لانكم اترخيتوا في حاجات كتير. قال كل شيء تيجي بالعقل. 40 سنه قهر. شوفي الدسهات اللي قدامنا ايه يا حاجه، شوفي المسؤوليات اللي قدامنا ايه يا حاجه، يعني حاجات كتير قوي ما شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا ان احنا نخدم بلدنا، دي بلدنا، مش بلدنا بس، العالم العربي، العالم كله، لان الثورات في العالم كله بتقول الله اكبر. منين ولا منين؟ ايوه الله اكبر على طول، يكونوا قوه حديديه على الظالم. ما فيش فرق، ما تسلمناش احنا مثلا انا عشان خاطر ابني ولا انا عشان خاطر مين، لا والله دخلت لهم كده والله، والمستشار والمستشارين كلهم قاعدين. كان انا اقول انا ام الجماعه بقى. خلي الحاجه تقول انا ما اقدم ولا انا اقول انا ام الجماعه وزعلانه منهم كلهم عشان حاجه واحده بس. اتفضلي كملي، اتفضلي كملي. عايزين نختلف مع بعضينا على قلب رجل واحد، ما نختلفش في اي حاجه. نعم ان شاء الله ان شاء الله يا ابني، كل واحد ليه راي فعلا، بس ما فيش اختلاف، وان اختلفنا كل شيء انتهى. بالنسبه لنا، بالنسبه لنا احنا بس كمسلمين في هذا الوطن، فاحنا نكون على قلب رجل واحد، ولا نتزعزع ولا نتزحزح من مكاننا. والرابط انا قلت لهم في الساحه هناك في التحرير، يا شباب انتوا طلعتوا منين؟ انا ما كنتش افتكر ان في شباب قبل كده. الشباب دي طلعت ازاي؟ انا نفسي اخدكم كده واضمكم لصدري. فكرتوني ب 30 سنه مضت. 30 سنه كان عايز ايه خالد؟ الان اتحقق حلم ابني على ايدينا. الشباب اللي احنا بنقول كانوا ضاعوا، انتوا كنتوا ضايعين يا ولادي. كنت شايفه في اللي بيطلع موظف، اللي بيطلع مهندس، اللي بيطلع طبيب، كله بيشتغل مهن، ما فيش مهن، ما فيش حاجه. الارض بيعينها لليهود والامريكان، شركات بيعينها لليهود، حتى الكناسين جايبينهم من الغرب عشان احنا ما عندناش كناسين نظافه. كل ده ولد فينا الغضب الشديد يعني. الشباب على بركه من نار كان، بس هم في لهو. حكامنا كانوا في لهو، ناسين نفسهم، وكانوا ناسين فاكرين انهم قبضوا على نظام الجمل ان بيد من حديد، لكن هيهات ان احنا عرب، احنا مش عرب، احنا كأمة الاسلام يعني. نعم احنا عندنا صلابة وشدة وقوة ايمان بالله، حتى ان كنا جاهلين بديننا، حتى الجاهل بالدين، حتى اللي مش بيصلي لكن بيقول لا اله الا الله وابوه مسلم وناس طيبين، رجع الى يفتكر ان احنا كنا بنعمل ايه. احنا كنا دايرين في الشوارع كده، احنا كنا ملناش ملجأ، احنا كنا دايرين على القهاوي، كل واحد يخاف يخش الجامع لما يمسكوه. ايه ده؟
يعني انا استغربت يا ابني، انا نزلت وانا في تعبي ده كنت اشد تعب من كده كمان، ورحت يوم 27 يناير شالوني على الاذاعه بتاعت الجزيره. نعم. عشان اقول لهم ايه، انا عايزاكم كده حزمه واحده، نترابط كلنا، ايد واحده يد واحده، مفيش حاجه اسمها نصراني ويهودي ومسلم. دي بلدنا، المواطن اللي من البلد دي ما يسيبهاش، دي ارضها وترابها، امسكوا عليها يا اولاد، ما تمشوش من هنا غير واحنا مخلصين كل حاجه. وكانت ماشيه الله مسيره ماشيه كويس، بس كان بقى فيها الدخلاء، كان فيها الدخلاء اللي هم ايه، عايزين يغيروا الحياه الى مسرح وسينما، ويعني ربنا يعني يعصمنا من ذلك، لهم شأنهم يعني. احنا ما بنخاطبش حد بالقوه. انا ما بقولكش انت لازم تقعد من ما تروحش السينما، ها، وانا مش قادره امسك ولادي وما اقول لهمش ما تروحوش السينما، ما اقولكش ما تدخنش وانا لاقيه مش قادره انا امسك نفسي عن التدخين. فدي حاجات احنا نقولها لنفسنا بقى، احنا نربي نفسنا، وكل ولادنا الصغيرين دول نربيهم على نشأة إسلامية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يوم فرحي العظيم ويوم سعادتي، يوم أنا ما الولاد ولاد ابني بوني أحفادي حافظين لكتاب الله، حتى الولد الصغير ابن الشهيد النعمان أبو عبد الرحمن ما شاء الله عليه. يعني شوف عيال عندهم قوة رجولة كده، ما تحسش المرضى فيهم، عندهم نشأة صلبة. ليه؟ عشان كتاب الله اللي حفظوه فيه أسس، فيه تربية. أنا أصحى في الفجر كده بعد ما صلاة الفجر ألاقي ده قاعدة تقرأ قرآن في أوضتها، ده حد يقرأ قرآن في أوضتها، اللهم بارك فيهم يا رب، اللهم بعدهم شر الناس، وعايزة الناس كلها تبقى كده. احنا نربي نفسنا الأول يا ابني، احنا تعبانين نفسيا، لان احنا ولادنا فيه من ولادنا برضك يعني كلنا على هواه، ما نقدرش نقول لك انت هواك صح ولا غلط، بس علينا بالدين. يعني لو تذكرت قول الله سبحانه وتعالى وهو بيقسم بالنفس، يا ايتها النفس المطمئنه. المطمئنه بايه؟ بعملها، بقيامها، بان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضمها ولا يذلها ابدا، بأولاد يكرموا أهلهم يوم القيامة. دي الإكرام من الله سبحانه وتعالى واسع المدى، حتى ولو كان على أثر عايز أقول مش المكروهات يعني أو الابتلاءات، أنا بقول دي امتحانات من قدر عليها ربنا أجر الصواب القوي، وإن لم يقدر عليها فهو خاسر في الدنيا وفي الآخرة. بعد يعني الرحلة الطويلة دي يا حاجة للشيخ نعم. محمد تقولي له ايه؟ نعم. بعد الرحلة الطويلة دي للشيخ محمد تقولي له ايه؟ اعمل ايه؟ تقولي له ايه للشيخ محمد بعد الرحلة الطويلة؟ محمد شوف تقولي له ايه بعد ما وصل كده انا اقول الحمد لله حضنك مرة ثانية. نعم. لا انا بقول الحمد لله الذي من علي واكرمني باحفادي ورجع لي ابني، وسجدت شكرا لله وانا اقيم الليل. يعني من ساعة ما عرفت انهم في هذا البلد، انا ما كنتش اعرف هم فين من 9 سنوات، كانوا لا حس ولا خبر. افتكرهم في ايران، انا ودعتهم في افغانستان وقلت لهم ايه، استودعتكم الله التي لا تضيع امانته. كل واحد يعني منا انا عارفه ان انا رايحه فقدتهم، وهم كان بالنسبه لي انا هم فقدوني، يعني انا بالنسبه لهم ميته وهم ميتين، بس مش بموت، باجر عند الله. والشيخ محمد بقى يقول لك ايه؟ ها؟ الشيخ محمد بقى يقول لك فتح الباب كده وقال فرحين لا شغل تاني؟ لما كنا هناك انا لما سبتهم وجيت انا فتح الباب كده، هم ما يقدروش يطلعوا بره عشان الامن وكده. قال سامحيني يا امي سامحيني، قلت له سامحك الله ما تقوليش الكلمات دي يا ابني، انا اللي اقول لكم سامحوني، وبكيت وانا في السياره وانا ماشيه. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا والله رب. بس انا في نفسي اطمئنان جامد ان ربنا مش هيضيعها، وبنفسي اطمئنان جامد ان ربنا يعني ان شاء الله تقبل خالد شهيد، لانه ما عمل الا من اجل الله. يعني كان كل همه اقامه الشريعه الاسلاميه. وانا قلت للولاد كده في التحرير، قلت لهم ربنا سبحانه وتعالى صح ابني من 30 سنه، عمل ايه ابني من 30 سنه؟
النهارده بين اللي كان هيعمله ابني ايه؟ تطبيق شريعه الله. نعم. يعني ابني ما عمل الا من هل- لاجل الله. عايزين نسمع الشيخ محمد وهو بيقول وجه لي الكلمه. لا احنا هنطلب من الشيخ محمد 4 رسائل. الشيخ محمد شيخ مطلوب منك 4 رسائل. الرسالة الأولى مطلوبة من الشيخ محمد شوقي إلى خالد الإسلامبولي. خالد مش يعني كل خالد ده كان ابني يعني وهم ورا بعضهم. أيوة بس كان طبعا. ابني لينا. رحمة الله عليه يعني بدأ يعني انشرح صدرك في قبرك وعند الله سبحانه وتعالى واحسبك من الشهداء بما حدث في مصر، وقد زال الظلم وإن شاء الله سبحانه وتعالى تكون دولة العدل بإذن الله. من يوم 25 يناير. الرسالة الثانية لشهداء الثورة. موجهة لنا. شهداء ثورة 25 يناير. شهداء ثورة 25 يناير هم من أحيوا مصر، فجزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء عنده. الرسالة الثالثة إلى أم خالد. يعني أقول لها يعني صبرت كثيرا يا أمي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يقدرني أن أنا أوفي ببعض ما قدمتيه إلي. الرسالة الرابعة والأخيرة للي وراك الجماعة الإسلامية. أقول لإخواني في الجماعة الإسلامية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والجماعة الإسلامية بتقول للشيخ محمد شوقي يعني لما حضرت إلى القاهرة وكأن الجماعة الإسلامية يعني ولدت من جديد، وكأنها قد فتحت لها آفاق كثيرة لم تكن مفتوحة من قبل. فمرحبا بالشيخ محمد شوقي الإسلامبولي في مصر وفي القاهرة وفي الجماعة الإسلامية. وسيظل الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي هو محمد شوقي الإسلامبولي، وسيظل خالد الإسلامبولي هو المفجر الحقيقي للثورة المصرية. الحمد لله على سلامة الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي.